أعلن لؤي نجل الفنان سيد صادق عن وفاة والده، وذلك عن عمر يناهز 80 عام، إذا رحل الفنان بشكل مفاجئ دون معاناته من مرض معين. كتب لؤي في منشور عبر حسابه على الفيسبوك: إن لله وإنا إليه راجعون. توفى إلى رحمة الله الرجل العظيم والدي سيد صادق. صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، رجاء الدعاء له الرحمة والمغفرة. وتابع مولانا موعد الجنازة: إن صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، رجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة. مكان المقابر طريق الفيوم. ولد الفنان سيد صادق في 18 يونيو 1945. تميز بتقديم شخصيات شريرة أو خارجة عن القانون، وكان من أبرز أعماله الإمبراطور، الكماشة، ميراث الريح، فرقة ناجي عطلة، رحيل مع الشمس، نور العيون، طاردة، حلق حوش، التجربة الدنماركية، ملك روحي، لن أعيش في جلباب أبي، العميل، 1001، أين قلبي، الحقيقة والسراب، العراف، عيون الصقر، يوميات ونيس الجزء الأول، شباب رايق جدا، ضبط وإحضار، وحلم ابن السبيل. ونجل الفنان سيد صادق سيناريست مشهور، وهو الكاتب لؤي السيد، والذي قدم عدد من الأعمال السينمائية أبرزها مع الفنان رامز جلال، منها مراتي وزوجتي، غش الزوجية، كنغر حبنا، سبع البرومبا، رغدة متوحشة، أحمد نوتردام، أخي فوق الشجرة، فضلا عن المشاركة في كتابة برنامج المقالب الخاص برامز. وبخلاف التعاون مع رامز جلال، قدم السيناريست لؤي السيد نجل الفنان سيد صادق عدد من الأفلام، منها ماما حامل، جوازة توكسيك، شوجر ديدي، مفيش فايدة، ياباني أصلي، رامي الاعتصامي، حبيبي نائما، كدمة بيضة، صابر وراضي، خلاويص. ولم يقتصر عمل الفنان سيد صادق على الفن فقط، ولكنه عمل بمجال التجارة، حيث يعد من أصحاب المحلات الشهيرة في منطقة وسط البلد المتخصصة في بيع رمان بيل. وكان آخر ظهور له على شاشة التلفزيون عام 2015 من خلال مسلسل أستاذ ورئيس قسم.